الأهلية. فرصة الآن، ممكن الآن فريدون، ولكن تدخل والكرة تتخلص. عادت مرتدة خطيرة 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 خطيرة. هذه لو مرت عادت مرة أخرى. لا تزال هنا الخطأ موجود. وقوع للاعب الأهلي، وقوع للاعب الأهلي وإيقاف اللاعب على اعتبار اطمئنان إصابة لاعب الأهلي. سلامات هنا. مشعل، لا تخوفنا يا مشعل، لا تخوفنا يا مشعل. الأمور طيبة إن شاء الله، لا تخوفونا إن شاء الله طيبة يا جماعة. شوف هنا فريدون زاندي، ليش ماسكين روسكم يا الربع؟ فريدون على أرض الملعب يشكو من إصابة. إذا نتابع. كسر كسر كسر. إذا مزدوج، كسر مزدوج بالنسبة لفريدون، كسر مزدوج طبعا للاعب فريدون. ولا طبعا الفريق الأهلي وديوكو من أخطر الإصابات اللي شاهدتها في ملاعب كرة القدم القطرية، من أخطر الإصابات اللي نشاهدها الكسر المزدوج للاعب فريدون زاندي. إذن إيقاف للعب كما شاهدنا بنفس الطريقة. لو نذكر جبرايل سيسي لاعب مارسيليا السابق ولاعب المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم، تعرض لمثل هذه الإصابة في مباراة ودية حرمته من التواجد في كأس العالم. على العموم هنا الكسر اللي يتعرض له فريدون كسر مزدوج. طبعا البعض يسمي الكسر لما تنكسر عظمتي الساق كسر مضاعف، ولكن المسميات طبعا بالكسور الكسر المضاعف هو الكسر لما تنكسر كسر العظم ومن ثم يخرج خارج الجلد، يسمى طبعا بالكسر المضاعف. ولكن هو الكسر المزدوج على عظمتين الساق للاعب فريدون، وايقاف للعب طبعا لنتيجة لهذه الإصابة الخطيرة، واللي قلت لك أنه من أخطر الإصابات اللي شاهدتها الحقيقة في كرة القدم القطرية. أمامنا الكسر المضاعف الحقيقة والكسر المزدوج اللي موجود للاعب فريدون زاندي. إذن يتلقى العلاج في أرض الملعب. أكيد طبعا عدم إخراجه لما تطمن على الحالة تماما للاعب فريدون، وأعتقد طبعا واضحة كانت الإصابة للمشاهد الكريم. الكسر واللي يتعرض له ساق اللاعب فريدون. على العموم ان شاء الله طبعا ينقل طبعا للمستشفى مباشرة اكيد طبعا لتلقي العلاج. وهي اصابات كرة القدم والله يعني مش اقول لك، يعني في مثل هذه الحالات وفي مثل ما نشاهد في إصابات كرة القدم، لأن طبعا ضربنا مثال لجبرايل سيسي وكثير من اللاعبين. طبعا جبرايل قبل طبعا الإصابة اللي حرمتها قبل كأس العالم بأشهر بل يمكن بأسابيع أنه يشارك مع منتخب فرنسا في كأس مع المنتخب الفرنسي. الآن طبعا مشعل وأصحابه ورفاقه في الفريق الأهلاوي طبعا لا يزال فريدون زاندي يتلقى العلاج، بينما نشوف ردة الفعل واضحة على مولوتا كابانغو. هي كرة القدم البعض يطلق عليها يعني الإصابات، يقول لك لعنة الإصابات، لعنة الإصابات في كرة القدم، وهذا ما شاهدناه الحقيقة لفريدون زاندي بعد التسديدة اللي كانت والإصابة اللي تعرض لها. كما قلت لك أنا شخصيا من خلال تواجدي في الملاعب القطرية والوصف للملاعب القطرية شاهدت إصابات، ولكن لم أشاهد الحقيقة مثل هذه الإصابة
في بطولة دوري نجوم قطر للاعب فريدون زاندي، اللي يتلقى العلاج أوليا حقيقة في أرض الملعب، وهو طبعا قبل اللعب وقبل ممارسة كرة القدم سلامة اللاعب قبل كل شيء. لذلك طبعا يتوقف اللعب أكيد لتلقي العلاج، وبانتظار طبعا أكيد طبعا نقل اللاعب فريدون إلى مستشفى لمباشرة علاجه مباشرة هناك نتيجة للكسر اللي تعرض له في الساق. إذا فريدون زاندي يتلقى طبعا علاجات أولية قبل نقله إن شاء الله تعالى لتلقي العلاج بعد التسديدة اللي كانت أو المحاولة اللي كانت حاول فيها يسدد اللاعب فريدون زاندي، ولكن كان هناك طبعا الكرة اصطدام ما بينه وبين قدم أحد لاعب معيذر أدى إلى كسر الحقيقة لعظمة الساق، كسر مزدوج الحقيقة في المحاولة اللي كانت. وهنا شرح للإصابة من قبل اللاعب إدواردو لسانسو دوس سانتوس لزملاء أيضا هنا أحمد عبد القادر. يا الله، يعني لا تعليق أبدا الحقيقة على ما يحدث لفريدون زاندي، واللي يعني شوف حتى زملائه والفريق الثاني، يعني فريق معيذر الجميع يريد أن يطمن على صحته، ولكن أتمنى يعني شوف واضح الآن تثبيت الساق طبعا بجبيرة مؤقتة لفريدون زاندي قبل طبعا نقله مباشرة. الحقيقة هنا طبعا فريدون إذا يغادر أرض الملعب بعد الكرة الأخيرة اللي تعرض لها. إذن ألف سلامة إن شاء الله. إذن يغادر أرض الملعب اللاعب فريدون زاندي، طبعا من أخطر طبعا ومن أقوى الإصابات اللي شاهدتها الحقيقة كما قلت لك في قطر. هذه الكرة وهذه الإصابة اللي تعرض لها يغادر مباشرة خارج أرض الملعب، يغادر مباشرة إلى المستشفى.